الله 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 على نور رسول الله. اللهم صل سلاما تاما، سلم سلاما تاما، وصلي صلاة كاملة على النبي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه وينال به الرغاب وحسن الخواتيم. نبدأ معاك فيتوريا ولعها وهيخلي الأهلي ينسحب من السوبر. كمل معايا الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل. هيخلي الأهلي ينسحب من السوبر بسبب الرباعي اللي ضمه للمنتخب وإنقاذ المحترفين الأربعة من الضرائب والبنان. يا ريت توصلوا القناه المليون مشترك، حلم المليون مشترك قرب، ويا ريت تحطوا لنا لايك تشجيعي واشتراك في القناه. كمل معايا الفيديو للنهايه عشان تعرف كل الحاجات عشان ما تبقاش على عماك. واللي زعلان ان احنا بنصلي على سيدنا النبي في اول دقيقه، خد الثواب يا هلا وصلي على النبي معايا. والناس هتعمل لي لايكات وتوصلوا المليون لايك عشان تدعم ان احنا بنحب نصلي على النبي سيدنا محمد. ونخش في موضوعنا على طول، اللي هو عندنا ثلاث مواضيع هنتكلم عليهم. فيتوريا الاول اللي ولعها، وانا عارف فضولك قاتلك ان انت تعرف ان الاهلي هينسحب ولا لا، وكمان الاربع محترفين اللي عاوزين اللي هيتنقذوا من الضرائب. وفي صدام حصل امبارح بين محمد غرابه مدير المنتخب الوطني والكابتن خالد بيبو مدير الكره في نادي الاهلي بسبب الاربعه المحترفين اللي بسببهم الاهلي هينسحب من السوبر. وامبارح احنا انفرضنا وتخشوا تفتشوا في الفيديوهات وتقدروا تشوفوا ان قلنا لكم هيبقى فيه اشتعال، وفيتوريا تمسك الحمد لله زي ما احنا قلنا لكم بقراره وولعها بقى النهارده واشتعال بقى. والعقليه البرتغاليه يا جماعه عقليه ناشفه جدا وما بيغيرش رايه. وطبعا كابتن مستر فيتوريا قال لك ايه؟ قال لك انا احتراما للنادي الاهلي هسيب حسين الشحات وكهربا، واحتراما لجماهير النادي الاهلي هسيب النجم كمان احمد عبد القادر. وقال لك ايه؟ الحمد لله ان حمدي فتحي ومحمد شريف جايين لي من بره النادي الاهلي. وقال لك ان محمد الشناوي وحمدي فتحي ومروان عطيه والاربعه اللي ورا مش هسيبهم خالص، ومحمد عبد المنعم مش هسيبهم، متمسك بيهم جدا. وقال ايه مستر فيتوريا؟ مش هسيبهم خالص، قال يلعبوا اقل حاجه معايا المباراه الاولى وهسيبهم في المباراه الثانيه. وطبعا ده صراع اشعل الشارع المصري وبين الاهلي والزمالك، صراع فيتوريا وكولر يهز النادي الاهلي ويهز مصر. وعمل كده مستر روي فيتوريا وولع نار في الشارع المصري، وصراع كبير بين منتخب مصر والنادي الاهلي، وولعها نار. ولم ينجح مسؤول في اداره اتحاد الكره المصري انه يوقف روي فيتوريا عن قراراته الذي اتخذها، واعلن القائمه اللي انتوا قريتوها منذ ايام قليله مقبله. في اخ جميل هنا جدا كل شويه يقول لي انت جبت المعلومات دي منين؟ انت متاكد من المعلومات اللي انت بتقولها؟ اتاكدت حبيبي انت لما سمعت الاخبار دي من المذيعين في القنوات؟ وقال لك انا هسيب الشك الهجومي للنادي الاهلي يستفيد بيه في مباراه السوبر، وانا هاخد بس ايه عشان انا عندي في الشك الهجومي احمد السيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح ورمضان صبحي والناس دي كلها. هاخد الرباعي الدفاعي في النادي الاهلي محمد الشناوي وعبد المنعم واللاعب مروان عطيه واللاعب محمد هاني. وقال لك محدش يناقشني في الاربعه دول، ولو ما جوش هسيب المنتخب مصر كله بالكامل وهقدم استقالتي. طيب دلوقتي جماهير الاهلي بتسالني ايه كان رد النادي الاهلي عن روي فيتوريا؟ كان بيان ساحق لروي فيتوريا. رد النادي الاهلي قال لك ايه؟ مش هشارك في السوبر المصري اللي هو بطوله النخبه الجديده اللي هيبقى فيها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطه. قال لك مش هشارك فيها بسبب تعنت روي فيتوريا. وكده نكون قلنا لكم كل حاجه معانا في فيديوهنا النهارده يا جماعه. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. والله لو استغفر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليا من كثره المعاصي ذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد. تصلي على النبي وتعمل لايك وتنهي الفيديو باللايك وتصلي على النبي.